السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة تحطي في بطنك بطيخة صيفي طول ما هي عندك في البيت، هتحطي منها على كل حاجة. طبعا زي ما انتم شايفين البرطمانات دي مش هريسة فلفل، لكن احنا النهاردة هنعمل مع بعض دبس الفلفل. يقعد معانا عندنا في البيت اكتر من 6 شهور، بس لو اتبعتي الطريقة اللي انا هعملها. طبعا الفلفل الحراق او الرومي اللي هو الاحمر رخيص دلوقتي، فممكن انت تجيبي مثلا على قد ما انت عايزه تعملي 3 كيلو 2 كيلو على الاقل خالص زي ما انت عايزه. طبعا هننضفه كويس ونفتحه كده اهوت زي ما انتم شايفين، نخليه من البذر عشان خاطر احنا هنعمله دبس فلفل. هتحطي منه على المخللات وعلى الاكل وعلى السلطات وعلى كل حاجه. على البتنجان هينفعك في البيت ويخلي طعم الاكل جميل وتحفه. طبعا انا جبت هنا الفلفل وزي ما انتم شايفين انا ضربته في الكبه، دي الكميه اللي انا ضربتها في الكبه كلها حبه حبه عشان الكبه بتاعتي صغيره. لو انت الكبه كبيره فبتعمليهم على اجزاء، شوفي حسب الكميه اللي انت هتعمليها. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي انا فرمته كله فرم ناعم، وهنزل دلوقتي بنص كوبايه زيت، شويه زيت حلوين يعني اهو، حبه زيت كده حلوين محترمين. وكمان هننزل بشويه خل، ممكن يكون ربع كوبايه. الكوبايه دي صغيره، هي الفنجان بتاع القهوه كده، الكوبايه دي صغيره مش كبيره يعني، ده ربع. طبعا اقلب ده كله مع بعضه، اديهم تقليبه حلوه كده. طبعا الدبس ده بينفعك في البيت في كل الاكلات. انا عاملاه طبعا حار، الفلفل الرومي الاحمر بيبقى مش حراق يعني، لكن دوت من ده على ده. طبعا هنا معلقه سكر عشان نعزز الطعم ميبقاش فيه حموضه اهو كده. انا حطيت معلقتين، اقلب بقى السكر ده مع بعضه. تقليبه كويسه. نحط كمان الملح، حطيت برضو معلقتين ملح بس مش كبار قوي يعني، مش مليانين. برضو هنقلبهم مع بعض. طبعا طول ما عندك الدبس بتاع الفلفل ده هتحطي في بطنك بطيخه صيفي، لانك هتضيفيه على كل الاكلات. طعمه حلو، سلطه الطماطم، فلفل مخلل، بتنجان مخلل. طبعا انا رفعت كل الكلام دوت على النار اهو عشان يستوي معايا. بيبقى النار عاليه في الاول وبعد كده بنهديه عشان ما يتحرقش منك اهو. احنا دلوقتي حاطين على النار، نقلب بقى كل شويه اهو كده. بدأ الغليان اهو، بدأ يطلع البقاليل. نقلبه بقى تقليبه كويسه برضو، ولسه برضو مكملين معاكم. انا واقفه جنبه طبعا، لو هتبعد عنه فتخلي النار زي الشمعة كده ولغايه ما تيجي وتعلي النار وتقلبي، تخلي النار وسط اهو. بدأ معايا يطلع البقاليل اللي هي بتاعت الفوران. طبعا انا عملت سلطه بحط منه معلقه، عملت طرنشات طماطم مخلله، بحط بتنجان، فلفل مقلي. في اي اكل مع المحشي برضو بحط معلقه، مع اي اكل بعمله انا بضيف منه معلقه، بيسهل عليا كل حاجه اهو. لو توفر عندنا في البيت ما تشيليش هم اي حاجه، ده بينكه الاكل كله كده. بدأ بقى ايه الفوران اهو. طبعا انا يعني ضفته في علبه تاني. هنضيف ايه دلوقتي بقى عشان اللون بتاعه؟ هنضيف حبه بابريكا اهو. نقلبهم بقى مع بعض بعد ما خرج من على النار واستوى معايا. ضفت ايه البابريكا اهو يا حبايب قلبي. هنقلب مع بعض كل الكلام ده تقليبه حلوه كده من فوق لتحت. طبعا انا دلوقتي ولا هحط زيت بقى ولا اي حاجه تاني، خلاص هنا كده ايه، مش هحط اي اضافات تاني. الاضافات كلها انا حطيته قبل ما يستوي اهو. استنى بقى اكون معقمه بقى البرطمانات بتاعتي، اعقمها كويس بميه مغليه. طبعا انا خدته دلوقتي وعملت فيه ايه تاني، انا فرمته في المطحنه بتاعه الخلاط حبه حبه كده، وافرميه او في الكبه، عايزاه يبقى ناعم.
يعني انتي افرميه عشان يبقى ناعم كده، وطبعا مستوي وهينعم معاكي بسرعه، هيبقى عامل زي الصلصه الناعمه كده. طبعا انا كده معقمه البرطمانات بتاعتي ومنشفاه كويس. هضيف بقى الفلفل الدبس بتاعي بتاع الفلفل، هحطه في قلب البرطمان اهو. طبعا ده لو اتبعتي الخطوات يقعد عندك 6 شهور في التلاجة، مش هيحصل له اي حاجه اهو. ادي البرطمان ده خد كميه، طبعا انا كنت عامله قبل كده، لكن حبيت اعمل معاكم الكميه دي عشان اعرفكم هو الطريقه ازاي. ننزل بقى هو هياخد برطمان ونص، برطمان ونص كده. طبعا انا خلصت البرطمان ده، وجبت كمان برطمان صغير كده من البرطمانات دي بتاعه العسل اللي بتفضل عندي او الصلصه اول حاجه، بغسلها وبعقمها عشان اضيف فيها الحاجات اللي انا عايزه اخزنها. هنا وكمان عبيت البرطمان الصغير التاني اهو. بس كده لسه برضو كملي معايا الفيديو، ما خلصش التخزين بتاعي، لسه هنكمل مع بعض. يعني انت تقولي لا خلاص احنا هنغطي الغطيان بتاعه البرطمان، لا لسه في خطوه كمان هنقول عليها عشان الحفظ بتاعتنا. يلا تعالوا معايا. هنا انا قفلت البرطمانين كويس زي ما انتوا شايفين اهو. وادي التاني القزع الصغير ده، الصغير ده انا هستعمله لان ما فيهوش كتير يعني، لكن الكبير ده انا هحفظه ان شاء الله. بعد ما يخلص ده استخدم منه برضو. طبعا انا جبت هنا ميه عاديه خالص، حطيتها في الحله دي او الطاسه دي، وهسيبها لغايه الفوران زي ما انتم شايفين كده. انا دلوقتي مجهزه اهو البرطمانين والميه بدات تفور معايا اهي. هنزل بالبرطمانين مقلوبين على الغطا 5 دقايق يفوروا كده اهوت، 5 دقايق يفوروا في الميه زي ما انتم شايفين اهو. انا هسيبهم بقى يغلوا كده 5 دقايق، وبعدين هنروح شايلينهم مع بعض. دي بقى التكه اللي هتخلي الدبس الفلفل يقعد عندك 6 شهور تخزنيه، مش هيحصل له اي حاجه. طبعا اهو الميه بتبدا في الغليان اهي، وكده خلصنا الخطوه بتاعتنا. وكمان انا كنت عايزه اوريكم الفلفل ده ان شاء الله الفيديو الجاي. انا خليت برضو الفلفل اللي هو الحراق دوت، ما شاء الله عليه طعمه جميل، وكنت عاملاه على القناه قبل كده، لكن هعمله تاني ان شاء الله اهو. عايزه بقى منك كومنت حلو كده ولايك وشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.